يوم ما تكتشف زوجتك خيانة من هذا القبيل أو كذب ستفقد أسهم كثيرة جدا عندها. وأكبر شرخ يصيب العلاقات الزوجية هو فقدان الثقة لسبب ما. فضل يكذب عليها. هو يقول لي أنا تحولت إلى إنسان ماهر جدا بالكذب، وأحبك الكذبة وأتحدى بني آدم يكتشفها. المؤسف أنه بدأ يوظف قدرته وذكاؤه في الكذب مع الخيانات، يطلع عند النساء. واستمر الحال 2.5 سنين وهي يا غافل لك الله ما تعرف شيء مسكينة. بعدين بدأت تشك، بدأ الحدس يشتغل، ثم اكتشفت. وهو كل مرة يقول لها والله أنا عندي مأمورية في الرياض حغيب 2 يوم، والأخ فين؟ في جدة ولا رياض ولا نيلة. أنا عندي سفرة للمدينة، أنا رايح للقاهرة، أنا مش عارف إيه. في النهاية عشان ربي عز وجل أداله بس هو ما اتعظ، طاح طيحة ما قام منها. كانت الطيحة إنه راح أخونا على أحد الفنادق في جدة ومعاه صاحبته، والفاتورة نسيها في جيبة الثوب، وهي قدها من زمان. هو كل مرة يقول لي أحس إنه الأثواب حقتي بتنقص، وهي كل ما حصلت على ثوب روج أو كحلة تلفه وتحطه على جنب، إلين ما حصلت الفاتورة. ها طمني كيف رحلتك؟ قال له والله رحلة ممتازة روعة. في أي فندق نزلت؟ قال له في فندق الفلاني. كيف أكلهم في المطعم؟ والله ممتاز رائع. بدأت تسأله أسئلة وهو أخونا بالكذب حقه يفصل ويخترع إلين ما خلص خلاص كل شيء عنده. قالت له هذه. قالت له البعيد وهواة تنزل فوق راسك. أنت كاين في فندق ويستن وجاي تبكش علي؟ يلا ابعد من طريقي. لما تعفشها اتصلت على أخوها جاء أخذها، وكانت الخرجة الأولى والأخيرة. لما جاء يفك فمه خرجت له كل الأثواب القديمة. قالت له أنا شاكة فيك من التاريخ الفلاني، والمرة الفلانية سويت كذا، والمرة العلانية كذبت كذا، وأنا ساكتة 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 ساكتة. إلا أنه هذه القصة طبعا هذه قصة مأساوية من أفظع القصص اللي مرت علي في حياتي. ما مر علي قصة مؤلمة مثل هذه القصة. هذا الشاب كان سببا في موت أبيه. أبو رجل فاضل ومعروف، اسم معروف. يوم اللي جاء الخميس اللي بعده ما جات مرة ابنه، فسأل قال له يا ولدي فين مرتك؟ قال له والله مشغولة. الخميس اللي بعده يا ولدي فين مرتك؟ قال له شوية في سوء تفاهم. رفع سماعة التليفون عليه. بنتي ايش الحكاية؟ قالت له اسأل ابنك. قال له انتوا الاثنين توهتوني. هو اسأله يقول لي شوية خلافات، في خلاف بينك وبينه؟ قالت له خلاف يا عمي ما حد يقدر يتحمله أصلا. المهم فضل الأب ينخرب شوية، عرف القصة. بعد ما سمع القصة من أولها لآخرها جاته أزمة قلبية، طاح. أخذوا المستشفى. له ولد أخ أياميها كان يحضر البورد في جراحة القلب برا المملكة. اتصلوا عليه قالوا له ترى عمك كذا كذا. قال لهم جيبوه. أخذوه، راح دخل المستشفى، حددوا له، سووا له فحوصات، حددوا له يوم لإجراء العملية. وهو في الليل مع ابنه بيقول له شوف يا أولاد يا فلان، تراني أنا بكرة داخل عملية، والعملية زي ما سمعت من ولد عمك خطيرة، ربما أرجع يعني أقوم منها وربما ما أقوم منها، فانتبه، إذا مت فأنت من قتلني. مات الأب، سوى العملية ومات. دخل الابن في اكتئاب. هذا الشاب كان وزنه يوم اللي كنت أنا أعرفه 135 كيلو، لما يجلس على الكنبة يعبيها. غاب حوالي 8 شهور وجاني مثل مسواك. إيش الحكاية؟ حكاني عاد هذا الجزء اللي قلت لكم هو. وبعدين غاب. بعد مدة من الزمن طبعا طلقت زوجته وأبوه مات. بعد مدة من الزمن رجع قال لي أنا خطبت. ألف مبروك الله يسعدك، بس انتبه تعلم ترى من التجربة الأولى. قال لي لا خلاص توبة من دي النوبة. خطبت فلانة دي أنا أعرفها، واحدة من زبوناتي،
وأعرف قصتها، أعرف أنه زوجها طلقها بسبب علاقات مشبوهة ووراها 4 عيال. قال لي بس كأني سمعت أنه هي كانت تتراجعك. قلت أنا ما أتكلم عما أعرفه عن الناس، تبغى تعرف منها اسألها، إذا هي حكتك هي حرة، بس أنا ما أقدر أقول لك لا عنها ولا عن غيرها. راحت تزوجها. هذا الشاب غاب أيضا 1 شهور ورجع. رجع هذه المرة بائس مكتئب، حالته حالة. قال لي تعرف يا دكتور، أنا آمنت بأنه ربنا انتقامه بشع. قلت خير؟ قال الفتاة اللي أنا كلمتك عنها البنية تزوجتها، بعد مدة قالت لي صاحبة أبغاك تتعرف على زوجها عشان نصير نزورهم، أنت تجلس مع زوجها وأنا أجلس مع صاحبتي. يقول تعرفت عليه، مشيت الحياة طيبة، بس بديت أحس إنه البنت مي طبيعية 100%.